أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست دكتور الشغل. النهاردة هنتكلم على موضوع يمكن ناس كتير سمعت عنه مؤخرا، في ناس ما سمعتش عنه قبل كده. احنا النهاردة هنتكلم على الارجونومكس أو الموائمة، هو العلم اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. ولما دورت في دايرة معارفي كده مين يتكلم معايا على الارجونومكس، ما لقيتش أفضل من دكتورة ولاء بريقع. دكتورة ولاء هي المدير الطبي الجغرافي وخبيرة إقليمية في مجال الارجونومكس، وكمان هي عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للإرجونومكس. كمان هي بتشتغل بقالها أكتر من 14 سنة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وده بيخليها عندها خبرة كتيرة في كل حاجة وبالذات في الإرجونومكس. كمان إن هي خبيرة معتمدة في علم الإرجونومكس الصناعي من معهد سيستمز كونسبتس في لندن. عندها يعني خبرة كبيرة جدا خلتها تحصل على جائزة الرئاسة من الجمعية الدولية لتصميمات الإرجونومكس للمعامل الصناعية. وأظن الناس مستنية تعرف هو يعني إيه إرجونومكس يا دكتورة ولاء. طيب، مساء الخير يا دكتور ومساء الخير على اي حد بيسمعنا. يعني خليني ابدا الاول بس كده بقول ان احنا كلمه الارجونومكس دي كلمه جديده، ما كناش بنسمعها قبل كده. يمكن في الشركات وفي المصانع، حتى في علم الاوكيبيشنال هيلث، هي كلمه ارجونومكس برضو جديده علينا. يمكن لما كنا بنقولها من 3 4 سنين كانت الناس بتقول لنا يعني ايه، احنا مش فاهمين الكلمه دي. لكن دلوقتي خليني اقول ان الاويرنس بالارجونومكس زاد جدا الفتره الاخيره، وهنقول بعد كده ليه. انا هسأل شوية أسئلة، واعتقد الناس اللي سامعيني لو هتجاوب على الأسئلة دي انا رأيي بنسبة كبيرة يكملوا الحلقة، لو لا ما يكملوش الحلقة، ما يضيعوش الوقت. فخليني اقول ان الأسئلة دي اولها: هل انت بتحس بتنميل بعد ما بتقعد تشتغل فترة طويلة على اللابتوب؟ هل انت بتقوم من النوم تعبان؟ هل انت بتحس بوجع في ظهرك اول ما بتشتغل على اللابتوب؟ هل انت لما بتشتغل على اللابتوب او كمبيوتر بتحس بايدك وجعك؟ فلو اي حاجه من من الاجابات الاسئله دي يبقى انت محتاج تكمل الحلقه دي عشان تعرف نعمل ايه عشان نمنع الوجع ده. ممكن أزود اه عليهم طبعا، سؤال؟ اتفضل. كمان، هل انت بتحس بوجع في رقبتك وفي ظهرك بشكل عام طول اليوم بعد ما بتشتغل لساعات طويلة ولا لا؟ صح، برافو عليك. لا انا موافقه جدا كمان. يعني الحته بتاعت الرقبه والظهر بالذات في الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. طيب تعالى بقى نحكي الحدوته كده من اولها. هو ايه علم الارجونومكس ده وطلع امتى؟ هي الحدوته بدات منين وازاي؟ الحدوته يا سيدي بدات قبل الحرب العالميه الثانيه، لما كان ساعتها الدنيا كانت بسيطه، وكان تركيز علم الارجونومكس ساعتها على الزراعه. انا عندي ناس بيزرعوا، فعايز الناس دي تطلع احسن كميه واحسن انتاج باقل امكانيات. طيب ابتدت بعد كده الحرب العالميه الثانيه، وطبعا اكيد في الحروب احنا كلنا عارفين ان في الحروب بتبقى كل الساينس متركزه على ازاي اكسب في الحرب دي. كان تركيز علم الارجونومكس في الوقت ده على الطيارات. انا ازاي اعمل طياره تكون احسن اداء من اي طياره تانية. بس وهم بيعملوا الحته دي لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا ان كابينه الطياره اللي متصممه بطريقه صح according للارجونوميك ساينس او للارجونومكس جايد لاينز كانت بتسبب حوادث اقل بكتير من الطيارات اللي متصممه من غير ما تبقى بتفولو الجايد لاينز بتاعت الارجونوميك، حتى لو اداء الطيار اللي راكب على الطياره الاقل احسن. فقلنا ساعتها، قالوا ايه ده؟ لا، ده الموضوع فارق. يعني موضوع ان انا اعمل الحاجه بتفولو الارجونومكس جايد لاين بيفرق كتير، ان هو بيحسن الاداء وكمان بيمنع حوادث. خلصت الحرب وابتدينا بقى ندخل ان احنا بعد اي حرب بنريكفر، اللي هو يلا بقى نطور صناعات زي الطب والصناعة والزراعة والتعليم وكل حاجة. جه بقى هنا علم الارجونومكس وابتدى بقى يوسع. احنا هو وصل لنا مؤخرا، بس العلم ده في ناس شغالة فيه بقالها 40 50 سنة. فابتدى بقى علم الارجونومكس. طب هو علم الارجونومكس احنا بنسمعه في الشركات والمصانع، هو بيتعمل في حتة تانية؟ طب انا عايزة اسألك سؤال: هو احنا الارجونومكس دي في الشغل بس؟ على حد علمي انا لا، مش في الشغل بس، ده في كل حاجة، ده في العربية وانا بالظبط. سايق، في هو السرير تخيل وانا بقى. نايم. بالظبط هو ده اللي انا عايزه اقوله. احنا النهارده يمكن هنتكلم على حاجه واحده بس في الارجونومكس، اللي هي الاوفيس ارجونومكس. بس هي الارجونومكس بقت في حاجات كتير جدا، منها مثلا النوم، ازاي تصميم المرتبه وازاي اخليها تدعم الجسم بشكل صح، ازاي اظبط حراره الاوضه بحيث ان يبقى النوم صح، المخده ارتفاع عامل ازاي، السواقه، لو في اي حد بيتعب بعد السواقه يبقى هو
في عنده حاجه غلط، لان الكرسي متصمم صح، الكرسي كويس، يعني الكرسي بتاع العربيه انا اضمن لك مليون في الميه ان هو متصمم صح. انت قاعد عليه ازاي دي حاجه غلط، او هو محتاج يتعدل ازاي عشان يناسب جسمك، هي دي اللي محتاج تعرفها. الدراسه، ولادنا اللي بيذاكروا صح ولا غلط. احنا دلوقتي بقينا نلاقي اطفال كتير عندها 10 و12 سنه ظهرها بيوجعها، بتشتكي من ظهرها. الطفل اللي ماسك الموبايل طول اليوم، هل هو ماسكه صح؟ هل ده مش هيأثر عليه على اللونج ران؟ التعليم والتصميم بتاع الفصول، حتى التكنولوجيا والاب والتليفون ذات نفسه، تصميم التليفون او تصميم الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك، ده برضو ليه ارجونوميك ساينس. الرعايه الصحيه بقت موجوده بشكل، الارجونومكس بقى بشكل كبير جدا بيركز على الرعايه الصحيه. احنا بقى عندنا ساينس دلوقتي اسمه دينتال ارجونومكس، يعني طب الاسنان لوحده ليه كتب قد كده عن ازاي اعمل ارجونومكس لكرسي الاسنان. طيب من هنا بقى كل ده ويعني برضو خليني اقول كده هنت ان ممكن برضو الناس تسيب لك فيدباك ان هم عايزين يعني هم عايزين بعد كده يسمعوا عن ايه، يعني عايزين يركزوا على السواقه، ولا عايزين يركزوا على النوم، ولا عايزين يركزوا على المذاكره بتاعت الولاد. فبرضو اعتقد ان انت ممكن تسمع من الناس، هم الناس حابين يسمعوا بعد كده عن ايه. اوعدك هنعمل حلقات مش حلقة واحدة. بس خلينا نجاوب على السؤال، يعني ايه ارجونومكس؟ يلا بينا بقى نجاوب على السؤال. طب هو يعني ايه ergonomic، والكلمه دي معناها ايه، وهي الكلمه دي بالعربي اسمها ايه؟ طيب خليني اقول لك ان الكلمه دي بالعربي اسمها الموائمه، لو ترجمناها بالعربي صح اسمها الموائمه. العلم اللي بيركز على ازاي اكيف كل الاجهزه والادوات والبيئه اللي حواليا علشان تطلع احسن كفاءه عندي وراحه اكبر وانتاجيه اكبر من غير ما يكون في ريسك على صحتي. طب ايه الكلام المعقد ده؟ من الاخر كده، من الاخر كده، ازاي اكون بشتغل على تاسك او بعمل حاجه معينه وفي الاخر يبقى التاسك ده يطلع احسن، انتاجيتي تبقى افضل، بدون العلم اللي بيقول لي اشتغل ازاي على كل حاجه بحيث ان انتاجيتي تبقى احسن من غير ما يحصل لي اي اصابه. هو ده ببساطه علم الارجنون. كنا دايما بنحب نقول التعريف اللي انا كنت حافظه واللي انا عارفه واللي انا طول عمري بقوله، ان الارجونومكس زي ما قلتي الموائمه، وبالتالي انا بخلي الشغل يناسبني مش انا اللي اناسب الشغل. يعني لو انا واقف على بالظبط. مكنه، المكنه تنزل لي مش انا اللي اطلع لها. لو انا قاعد على كرسي، الكرسي اللي يطلع بيا مش انا اللي انزل، مش انا اللي اشب. ده اللي انا كنت فاهمه. بالظبط. والتعريف اللي انت قلتيه صح. اشمل كمان واقوى. يعني انا عجبني اكتر ان هو ان ما يحصلش اي اذى ليا نتيجه الشغل اللي انا بشتغله. هو تعريف اشمل شويه، فعجبني. عشان كده تعالي ندخل في الموضوع. واحده من الحاجات اللي بتشترك في كل الشغلانات تقريبا هي المكاتب والقعده على المكاتب. معظم الشغلانات فيها قعده على المكاتب، حتى الشغلانات اللي هي بنقول عليها ان هي شغلانات غير مكتبيه زي الدكاتره والمهندسين، الناس اللي بتشتغل بايديهم. في وقت من الاوقات هو بيقعد وبيشتغل على مكتب وبيشتغل على كمبيوتر. وان عجبني قوي في المقدمه بتاعتك ان انت قلتي ان هو بيشتغل على لابتوب. نعمل ايه؟ اعمل ايه عشان كل الحاجات اللي كانت بتوجعني اللي سالتيني عليها في الاول دي ما توجعني؟ فانا عايز روشته كده صغيره ازاي اعدل الحاجات اللي حواليا بطرق بسيطه، بحيث انها تبقى في الاول وفي الاخر بتتبع علم الارجونومكس. سواء ان انا من غير ما اشتري كرسي ب 50 90 الف جنيه، بس اكيد. ممكن اعمل حاجات بسيطه خالص وتخلي الدنيا عندي احسن. فقولي لي كده ايه الحاجات الصغيره اللي اخد بالي منها، عشان وانا هقول لك اكسبيرينس شخصيه بعد ما تحكي ليها علاقه بالكمبيوتر. فخليني كده من الاول، قولي لي ايه الحاجات اللي ممكن نعملها وانا هقول لك الاكسبيرينس الشخصيه بتاعتي بعدها. طيب احنا لو بنتكلم على شخص قاعد على مكتب وبيستخدم لابتوب او كمبيوتر، وهنقول في الحالتين برضو احنا لو هنستخدم كمبيوتر هنعمل ايه، لو هنستخدم لابتوب هنعمل ايه. احنا عندنا في المعادلة دي في 4 عناصر. اول عنصر عندنا هو الكرسي اللي الشخص قاعد عليه، تاني حاجة المكتب، تالت حاجة الكمبيوتر او اللابتوب، ورابع عنصر بقى وده اهم واحد فيهم الشخص اللي بيستخدم الحاجات دي. خلاص، فاحنا تعالى نمسك كده ايه هي معادلة في الاخر، عايزين اجابة المعادلة دي تبقى ايه؟ نو انجرس مع ماكسيمم برودكت. هو ده الهدف بتاعنا. فتعالى نمسك واحد واحد كده من المعادلة دي ونقول احنا هنعمل فيه. تعالى نشوف المكتب، ده اهم حاجة. المكتب احنا عندنا اهم حاجة في المكتب الطول اللي ما بين المكتب والارض، اللي هو ايه طول المكتب، اللي هو ما بين المسافة ما بين سطح المكتب وما بين الارض، دي المفروض تبقى كام؟ من 70 ل 80 سم. طب هو ده ستاندر يمشي على كل الناس؟ اكيد لا، لان اكيد احنا اطوالنا مختلفة، عندنا ناس طويلة، عندنا ناس قصيرة شوية، بس احنا بنقول الستاندر. وهنقول بعد كده ازاي نعدل لو انا عندي حد اقصر شويه، لو انا عندي حد اطول شويه. طيب ازاي اعرف ان انا قاعده على مكتب صح؟ لو انا قعدت على الكرسي بتاعي وحطيت ايدي بزاويه 90 درجه على المكتب من غير ما كتفي يكون طالع لفوق، يبقى انا كده قاعده صح، يبقى انا المكتب بتاعي مظبوط. لقيت كتفي نازل لتحت قوي او طالع فوق، يبقى انا كده المكتب بتاعي مش مظبوط. تمام. تحت المكتب
محتاجين يكون في مسافه او مساحه افرد فيها رجلي، اغير الوضع بتاع رجلي، ما يكونش المسافه قليله. طيب فده المكتب اللي الناس بتقعد عليه. وخلي بالك ان برضو احنا عندنا يعني انواع من المكاتب الناس بتقف عليها، عشان دايما يعني احنا دايما بنتكلم على المكتب فاحنا بنتكلم على المكاتب العاديه اللي الناس بتقعد عليها. لا، في انواع من المكاتب الناس بتقف، يعني في مكاتب مصممه ان الناس تقف عليه. ده طوله بيبقى تقريبا من 95 ل 110 سم، ولازم يخليني اقدر احط ايدي او دراعي برضو 90 ب 90 درجه. خلاص، فاحنا بنتكلم ان زي ما انت قلت انا مش بعدل الانسان عشان يناسب الحاجه اللي هو بيشتغل عليها، انا بعدل المكان علشان يناسب الشخص اللي بيشتغل على الحاجه دي، وبعدل كل الظروف اللي حواليه. طيب احنا كده تمام. طول المكتب. تعالى تمام. بقى ناخد سطح المكتب هنشتغل عليه ازاي. سطح المكتب لازم يكون واسع على قد الحاجات اللي عندي. يعني انا عندي مكاتب فيها 2 سكرين وعندي مكتب فيه 1 سكرين، وهنتكلم كمان شويه على التو سكرينز هنعمل فيها ايه. طيب سطح المكتب لازم يكون كافي ان انا يكون عندي مساحه اشتغل فيها تقضي كيبورد وتقضي السكرين المحطوطه، وفي نفس الوقت لازم يكون في مساحه لايدي. يعني انا ما احطش السكرين قريبه جدا واعمل ستريس على ايدي ان هي تبقى دايما متنيه، فلازم يكون في مساحه ان انا احط ايدي فيها 90 درجه. طيب ايه تاني؟ حرف المكتب ما يكونش شارب، لان في مكاتب كتير جميله وشكلها حلو قوي شيك قوي، بس مجرد ان انا هقعد عليها شهرين هيحصل حاجه اسمها سوفت تيشو كومبريشن، ودي مشكله من مشاكل الارجونوميك، لان بالوقت وانا دايما ضغط على المكان ده هتحصل ايه؟ هتحصل ضغط على الخلايا. تمام. باختصار كده علشان الناس ما تنساش، لو هي يعني لو حد سمعنا هيقفل بعد شويه هينسى كل ده، فاحنا لو بنقول كلمه مكتب ميم عايزين مساحه كافيه عشان نمد ايدينا او نحط ايدينا بشكل كافي وتكفي كل المكان. كاف كن على ارتفاع 70 80 سم من الارض. التاء حرف التاء تكون الاذرع بزاويه 90 درجه. الباء بقى الاخيره دي مكتب بين الفخذين واسفل المكتب مسافه كافيه للراحه، وما يكونش حرف المكتب لين. فده باختصار كده انا عايزه ابص على ايه في المكتب. دي اهم 4 عناصر انا هبص عليهم في الاوفيس اللي انا قاعده عليه. الاختصار عاجبني قوي قوي، اول مره اسمعه بس هايل. احنا الفكره ان احنا دايما لما بنقول ندي محاضره كبيره وطويله وفيها معلومات كتيره قوي، في الاخر الناس ممكن تقفل وبعد شويه تنسى. لكن انا عايزه الناس تطلع بايه من السيشن دي. انا عايزاه يروح على مكتبه يفتكر ال4 كلمات دول: مكتب، كرسي، شاشه، وبيهيفير او تصرفات، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الاخر. فاحنا كده مكتب اختصرناها وقلنا احنا عايزين ايه من المكتب. هنركز على ال4 حاجات دول بس. لو الناس طلعت بال4 حاجات دول بس احنا كده تمام. تمام. كرسي بقى هنعمل فيه ايه؟ طيب تعالى بقى ندخل على العنصر التاني اللي هو الكرسي. خلينا نقول ان احسن حاجه في الدنيا هو الكرسي اللي بيتعدل في الارتفاع، الكرسي اللي فيه ان انا اقدر ارفعه او انزله. خلاص، فدي احسن حاجه. بس هل انا لو ما عنديش الكرسي ده خلاص كده انا عندي مشكله؟ لا، هنتصرف. هنعمل ايه؟ شوف هنرفعه ازاي، هننزله ازاي. طب هو ايه احسن ارتفاع؟ احسن ارتفاع للكرسي يكون من 40 سم ل 53 سم. خلاص. طيب عمق الكرسي مهم قوي. ليه بقى؟ علشان عمق الكرسي ده هو اللي بيتناسب مع طول الشخص اللي قاعد. طب ازاي بقى اعرف انا عمق الكرسي بتاعي المفروض اقعد عليه قد ايه؟ طيب المفروض المسافه ما بين حرف الكرسي وما بين الجزء اللي خلف ركبتي ده يكون في مسافه حوالي من 2 ل 6 سم. يعني انا وانا قاعده على الكرسي وفرد ظهري على الكرسي وحاطه ايدي الاثنين على المسند بتاع الكرسي، المفروض يكون في مسافه ما بين اخر حرف الكرسي وما بين الجزء اللي تحت الركبه حوالي 2 ل 6 سم. ليه برضو؟ ليه الحته دي مهمه؟ علشان ده بيسمح بحركه كافيه للركبه من غير اي ضغط على المفصل او العضلات، وخصوصا في الفترات الطويله اللي الناس بتقعد فترات طويله جدا. خلاص، فيبقى احنا كده قلنا ايه تاني حاجه في الكرسي. طيب ثالث حاجه اكيد الباك سبورت من اهم الحاجات اللي في الكرسي. طيب في كراسي لطيفه جدا وفيها باك سبورت، بس ممكن يكون الباك سبورت اللي في الكرسي الغالي قوي اللي بآلافات مش مناسب مع ظهرك، لانك طويل شويه لانك قصير شويه. فاحنا محتاجه افهم انا الكيرف بتاعي فين، وانا اعمل سبورت لظهري بمخده بحاجه سوفت صغيره بحيث ان انا اقعد في احسن وضع بالنسبه لي. فدي الباك سبورت مهم جدا. ما اعتمدش على الباك سبورت بتاع الكرسي الغالي الجميل الشيك قوي اللي لونه حلو وفيه امكانيات حلوه قوي. انا محتاجه افهم انا الكيرف بتاعي ايه واعمله واسند ظهري كويس. تقصدي طيب حاجه الباك برضو مهمه سبورت جدا هو الظهر، من دعم الظهر صح؟ اللي هو الدعم اللي في الظهر، اللي هو بيبقى الكيرف سبورت. اللفه اللي بتبقى في الكرسي، اللي بتدعم ظهري وانا قاعد، اللي بتبقى في اخر الكرسي من تحت، بالظبط صح كده؟ ده قصدك بالباك بالظبط سبورت؟ بالظبط. بس هل دي مناسبة لكل الناس؟ لا، لأن أنت لو حد طويل شوية قاعد على الكرسي اللي فيه باك سبورت بالشكل ده ممكن ما تبقاش مناسبة علشان هي جاية في مكان غلط.
مش مناسبه لظهرهم، فعايزه الناس تفهم ان انا محتاج يبقى فيه باك سبورت مناسبه لشكل ظهري. انا اعرفها ازاي؟ اعرفها ان انا وانا قاعده الكيرف او الفراغ اللي في الكيرف بتاع ظهري في حاجه مليان. وعلى فكره في كراسي كتير الموجوده في الاوفيسز بتتعدل ان دي بتطلع وبتنزل، بس في ناس كتير برضو مش عارفه المعلومه دي. تمام تمام. ايه كمان في الكرسي؟ المسند بتاع الراس، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في الكرسي، بس لو مش موجود هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا دكتور؟ لا قولي لي، انا ما اعرفش حقيقي. طيب هنستخدم البيلو اللي احنا ممكن نستخدمها في السفر. على فكره انا شفت ناس كتير بتستخدمها وناجحه جدا، لان في كراسي كتير ما فيهاش باك سبورت، ففي ناس كتير حاطه البيلو دي على اساس ان هي الباك سبورت بتاعت النيك سبورت بتاعت الكرسي. اه، اللي هي المخدة بتاعت السفر اللي بنحطها على رقبتنا كده عشان واحنا مسافرين عشان رقبتنا. اه، فدي فكره من الافكار اللي انا شفتها في الشركات وعجبتني جدا. انا لقيت في ناس الكراسي بتاعتهم في الشركات ما فيهاش نيك سبورت، هم جايبين دي وحاطينها. طب ليه هي مهمه؟ علشان انا طول ما انا قاعده انا عامله ضغط وتوتر في عضلات الرقبه والكتفين. البيلو سبورت دي حتى لو انا مش بستخدمها طول الوقت، وانا عارفه ان مفيش اي حد هيبقى قاعد على كرسي هيستخدمها 100% من الوقت، كل فتره هتلاقيها بتقلل الضغط ده. لو انا استخدمتها كل فتره هتقلل الضغط. طيب ايه كمان في الكرسي؟ المسند بتاع الايد او بتاع الدراع. احسن حاجه في الدنيا ان هو يكون مسند بيطلع وبينزل. طيب هو لو مش بيطلع وبينزل، انا محتاجه دايما احافظ على ايدي ان هي تبقى موجوده 90 درجه، ما يكونش كتفي طالع ولا نازل. في الوقت اللي هحس فيه ان كتفي طالع او نازل انا لازم اعدل وضعي واحط ايدي بحيث ان انا ابقى في الوضع الطبيعي للجسم، ارجع جسمي للوضع الطبيعي بتاعه. طيب ايه كمان؟ المكان او القعده بتاعت الكرسي اللي انا قاعده عليه لازم تبقى مريحه، ما تبقاش سوفت قوي ولا تبقى هارد قوي، لان سوفت قوي هتعمل لي مشاكل، هارد قوي هتعمل لي مشاكل. ودي سهله، احنا دي ممكن احنا نجيب اي حاجه من البيت. لو انا عندي كرسي هارد قوي فانا ممكن اجيب اي حاجه في البيت انا بحبها او حاجه طريه شويه ممكن اقعد عليه. فكل الحاجات دي ممكن نضبط، يعني ممكن نفكر. فاحنا لو باختصار كده هنتكلم على كلمة كرسي، هنقول كرسي كاف، كرسي المكتب لازم يبقى فيه باك سبورت. نراعي كلمة راء او حرف الراء، نراعي عمق الكرسي علشان يبقى مناسب مع طول رجلك. سطح الكرسي لازم يبقى قابل للتعديل مع ارتفاعك. والياء يفضل ان الكرسي يبقى ما بين 40 ل 53. انا تمام. الاختصارات اللي بتقوليها دي عجباني قوي، انا عاجبني قوي الاختصارات دي جديدة كلها. تمام. طيب عملنا كرسي، عملنا المكتب، طيب ناقص الكمبيوتر وناقص اول الشخص. فاحنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا حاجتين ناقصين في المعادله علشان نوصل نهايه المعادله، او نتيجه المعادله تبقى ايه؟ فاكرها؟ زيرو انجري with maximum productivity. حلو جدا. تمام. طيب هايل. هايل. فاحنا الكمبيوتر هو فيه سكرين وفيه كيبورد وفيه ماوس، فالكمبيوتر لطيف وسهل. طيب هو السكرين دي المفروض تبقى محطوطه فين؟ المفروض تبقى محطوطه عاليه قوي ولا واطيه قوي؟ معلوماتي انا ان هي تبقى على مستوى نظري، وانا قايم راسي من غير ما انا اعمل لها ستريتش، يعني مش ان انا فاردها فوق قوي او ان انا موطي بالظبط. تحت، تبقى على مستوى نظري ده من غير اي قياسات، من غير اي حاجه. دي الحاجه البسيطه اللي بتشيك بيها انا ان الشاشه دي كويسه. بالظبط. هو كان في حاجه كده كنا بناخدها في الساينس بتاع الارجونومكس، ان احنا لو فردت ايدي قدامي اخر طرف صباعي هو ده مكان الشاشه. يعني المسافه ما بين ايدي، لو انا فردت ايدي لحد الاخر كاني بسلم عليك بس انت بعيد عني شويه، المسافه ما بين من ايدي لحد اخر طرف من صباعي هو ده مكان الشاشه. طيب هي عاليه ولا واطيه؟ زي ما انت قلت كده المفروض على مستوى العين، بس هي المفروض تبقى اعلى شويه من مستوى العين. ليه؟ لان السكرين بتبقى دايما في نص الكمبيوتر، فانا لو حطيت اول الكمبيوتر او اول السكرين على المستوى بتاع العين بتاعي هضطر بالوقت انزل عيني تحت شويه. طيب في ناس بتستخدم شاشتين وده كتير قوي دلوقتي. اعمل ايه في الشاشتين؟ المفروض احطهم ازاي؟ الصح الشاشتين يبقوا قريبين جدا من بعض، مفيش ما بينهم فواصل. لازم يبقى اقيس انا بشتغل على انهي اكتر فيهم. يعني انا مثلا في شاشه بشتغل عليها بنسبه 70% وشاشه بشتغل عليها بنسبه 30%، انا هحط الشاشه اللي انا بشتغل عليها بنسبه 70% في تلتين نظري، في تلتين مستوى نظري، بحيث ان انا مش هضطر ان انا انقل رقبتي الناحيه التانيه غير كل 70% من الوقت. مفهومه ولا صعبه؟ بصي، خليني اقول لك بالبلدي كده اللي انا فهمته. لو انا عندي شاشتين انا هحطهم الاتنين في نفس المستوى خلاص، وهحط صح. الشاشة المهمة بالنسبة لي اقرب لمستوى نظري وانا قاعد ستريت، التانية اللي هخليها مايلة شوية بعيدة عني. ده اللي انا فهمته كده بالبلدي يعني. بالظبط. طيب ندخل على الكيبورد.
الكيبورد احنا لازم ايدينا تبقى بزاوية 90 درجة، ولازم تبقى الايد مسترخية، مش انا شادة نفسي عشان اوصل للكيبورد، مش انا فردة ايدي او تانية ايدي قوي عشان اوصل للكيبورد. طيب لازم تبقى في مستوى مريح، وخصوصا بقى اثناء الكتابة. يعني لو انا بشتغل على دوكيمنت مثلا وهكتبها، انا لازم ايدي تبقى طول الوقت 90 درجة، وفي نفس الوقت تبقى مرتاحة. طيب الماوس في نفس المستوى بتاع الكيبورد، وفي نفس الوقت اراعي حجم الماوس اللي انا بستخدمه. يعني هو الماوس فيه احجام مش علشان هو يبقى شكله حلو ولا لطيف ولا لونه احمر ولا لونه ابيض او اسود، لا، هو الاحجام بتاعت الماوس دي عشان تناسب الايد بتاعت الشخص. يعني انا لو ايدي كبيره جدا وبستخدم ماوس صغير جدا، انا ما عملتش حاجه، انا كده حطيت ستريس على ايدي وعلى عضلات ايدي ان هي تعمل ستريس اكتر على الحاجه اللي انا بشتغل عليها، فبالتالي هي ما ادتش الغرض، بالعكس انا اذيت نفسي. فاحنا كده اتكلمنا على الكمبيوتر. كمبيوتر لطيف، في ماوس، في سكرين، وفي كيبورد، تمام. طب هنعمل ايه في اللابتوب؟ عندنا بقى حلول. احنا عايزين نخلي اللابتوب زي الكمبيوتر. قبل ما تتكلمي على النقطة دي خليني أحكي لك بقى تجربتي الشخصية، ويمكن لما أحكي اوكي. التجربة الشخصية دي تساعدك في اللي أنت عايز تقوليه في كل اللي ليه علاقة باللابتوب. أنا راجل بشتغل معظم شغلي كمبيوتر بيزد بقالي أكتر من 10 سنين. معظم الوقت قاعد على الكمبيوتر، معظم الوقت قاعد على لابتوب، معظم الوقت بكتب ريبورتات، بعمل حاجات، وكنت بتبسط جدا باللابتوب لأني كنت بتحرك بيه في كل حتة في البيت براحتي. وبعدين دايما كان عندي وجع عنيف في رقبتي وفي ظهري من فوق، واروح اعمل جلسات، ودايما عندي قربة ميه سخنه في البيت وكريمات، مفيش حاجه مش موجوده، كله موجود. لغايه ما من حوالي 5 سنين كنت في نشاط تطوعي كده، كنت مسافر اسبوعين، وفي الاسبوعين دول انا برضه كنت قاعد على الكمبيوتر يمكن 24/7. بس لاحظت ان انا كويس، انا مش تعبان. فبدات افكر هو ايه اللي مختلف في اللي حاصل. اكتشفت ان انا كنت قاعد على بي سي، انا قاعد على كمبيوتر مش قاعد على لابتوب. وبدات افهم ان قعدتي على الكمبيوتر مستوى النظر بتاع الشاشه مع الكيبورد مع الماوس مع قعدتي هو ده اللي خلاني مختلف. مع ان الكرسي كان كويس، هو ده اللي خلاني كويس ومخليني افضل اتعامل احسن. وهنا وقفت مع نفسي وقفة، واول ما رجعت من السفر ده نزلت اشتريت ساعتها سكرين وكيبورد، واشتريت كمان ماوس، ووصلتهم كلهم على اللابتوب بتاعي عشان اقدر اتعامل بيه كانه بالظبط بي سي، وعملت مكتب في البيت وبقعده كويسه جدا عشان الدنيا بتاعتي تبقى الطف. من بعدها انا اتحسنت تماما صح. وبقيت افضل كتير. عايز اقول لك ان انا بكلمك دلوقتي، انا بتكلم عن طريق اللابتوب بتاعي، لكني حاطه على المكتب بتاعي اللي عليه وفي ظهره دلوقتي البي سي، لان انا بقى شغلي معظم شغلي في البيت. انا اشتريت بي سي مخصوص عشان انا حسيت ان اللابتوب هيبهدلني، لانه مهما عملت له موديفيكيشن مازال ستيل كون ان الكيبورد لازق في السكرين، فده بيخليني اخد وضع مش مظبوط، يا الا موطيله، يا الا لو انا عليت السكرين فانا رافع دماغي رافع ايدي عشان اوصل كيبورد. فاكتشفت ان ده مش هينفع خالص، ومن ساعتها وانا اشتغلت. اسمع منك لان اعتقد ان دي هتبقى مقدمة لطيفة للي هتقوليه على اللابتوب. وعايزه اقول لك كمان، يمكن انا شفت الناس بتتصرف يعني بالخبره بتاعت 14 سنه. خليني اقول لك، انا شفت الناس بتتصرف بامكانيات جميله جدا. يعني انا لقيت ناس حاطين، انت عارف الورق بتاع التصوير بيبقى جاي في بوكس كده صغير، لقيت ناس حاطين البوكس بتاع الورق ده تحت السكرين عشان يعلوه، بتاعت الكمبيوتر مثلا، لانها مش مناسبه يعني او اقل شويه من نظرهم. لقيت ناس الكرسي اللي هم عايزين عليه عالي قوي، مش عارفين يوطوه او يقللوه، وفي نفس الوقت عايزين رجلهم تبقى دايما على الارض في وضع صح، فجايبين برضو بوكس فيه ورق قديم وحاطين رجلهم عليه. فانا لقيت الناس بتتصرف بصراحه بطريقه فيري كرييتيف، اللي هو اللي عايز يتصرف هيتصرف، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. عندك امكانيات تنزل تشتري، يلا بينا انزل اشتري. في حاجات كتير جدا في السوق بتحسن الحاجات دي، وفي الاخر انت لو حسبتها كتكلفه هتلاقي ان الماوس والكيبورد اللي انت اشتريتهم هم اقل بكتير جدا من علاج جسم، اقل بكتير جدا من اجازه مرضي هتاخدها لمده كام يوم عشان تعمل علاج طبيعي. اه لا لا، انا عايز اقول لك ان كمان لما نزلت اشتريت البي سي نفسه كان ارخص بكتير، وفرق في حياتي بقى ككواليتي اوف لايف، يعني كجودة حياة. لا انا اختلف، انا اقدر اقول ان انا اختلفت بنسبة 180 درجة من ساعة ما اي شيفتد فروم اللابتوب للبي سي. ودلوقتي بنصح اي حد من زمايلي بكده، ان انت لو انت تعبان اشتري بي سي للبيت لو انت بتشتغل كتير. لان انا بقول لك احنا بنشتغل
فترات كبيره وما بقتش حتى بشتغل على اللابتوب كتير. وده على فكره ده بقى عمل حاجه تانية في اللايف ستايل بتاعي، ان هو خلاني ملتزم ان انا ما بشتغلش غير من البيت. ودي او من على يعني من على الستيشن بتاعتي. وده فرق في تظبيط وقتي جامد، ما بقتش بشتغل في اوقات مش حابب ان انا اشتغل فيها. انا موافقه معاك جدا، وزي ما بقول لك انا بصراحه مش شايفه ان في عذر. خليني برضو احكي لك حدوته كده. انا لما جيت اخدت الشهاده بتاعتي من سيستم كونسبت في لندن، الناس دي ممكن يدوك الشهاده بس مش بيدوك لايسنس. يعني او انت اوكي خدت الساينس، بس عشان يديك اللايسنس لازم تروح تطبق اللي انت خدته ده، وتيجي تقول لنا انت عملت ايه استادي ارجونومكس علشان يعني تثبت ان انت تستحق اللايسنس، لان دي حاجه ودي حاجه. فرحت للشركه بتاعتي وقلت لهم يا جماعه انا عايزه عشان اخد اللايسنس بتاعتي، دفعنا فلوس كتير في التريننج، فعايزين عشان ناخد اللايسنس محتاجين نعمل استادي. فقال لي لا ما ينفعش نصور خطوط انتاج عشان دي كونفيدنشال وما ينفعش. فساعتها طبعا اللي هو انا وقفت عطلت شويه، اللي هو طب اعمل ايه؟ انا محتاجه اعمل استادي على ناس بيشتغلوا مانيوال هاندلنج، بيشيلوا ويحطوا عشان ابعت ده عشان اخد اللايسنس بتاعتي. وساعتها جات لي فكره كده، كنت في زياره كده مع حد من قرايبنا في منطقه ريفيه، ولقيت الستات ازاي بيشيلوا حاجات. كميه الارجونوميك سوليوشن اللي كانوا عاملينها، كميه الحاجات المبدعه اللي هم عاملينها، انا عملت عليهم ارجونوميك ستادي. واتقال لي في المعهد في لندن ان دي من احلى الاستاديز اللي اتعملت في المعهد. انا عايزه اقول لك مثلا حاجه اللي احنا بنسميها مدوره. انت عارف ايه المدوره دي؟ مش عارفه حد سمعنا يعرفها ولا لا. انا هقول لك بقى. تخيل ان احنا عندنا الستات الريفيات البسيطه، الناس البسيطه جدا الجميله دي، لما بيشيلوا حاجه تقيله قوي بيحطوا حاجه قماش كده بيلفوها بشكل دائري كده، ويحطوها ما بين الطبق اللي شايلين فيه الحاجه وما بين دماغهم. ليه؟ عشان تمنع الكونتاكت او السوفت تيشو كومبريشن اللي احنا قلنا عليها ما بين الطبق اللي متشال ده وما بين الدماغ. دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت يعني مش مصدقه. لما بيجي هم يشيلوا، هو ما حدش فيهم بيوطي يشيل، هم دايما بيقولوا كلمه كده اسمها حطتني. حطتني دي معناها ان حد يساعد حد ان هو يشيل. فتخيل ان هم فاهمين ان هو ما ينفعش ينزل، او ان هي ما تنفعش تنزل في الارض وتشيلها وتطلع بيها، هو لازم حد يشيلها ولازم تحطها سنترال مع العمود الفقري. بص كل ده بيتعمل كده لوحده اوتوماتيك. فانا تخيل ان انا عملت دراسه على ده، وكانت من احسن الدراسات اللي اتعملت، وبسببها انا خدت اللايسنس. لا فيري انترستنج وموضوع جديد وحلو. يعني هقول لك على حاجه، بما اننا بنتكلم على الاوكيبيشنال ميديسن يعني او طب المهن او الصحه المهنيه، الواحد بيكتشف حلول فيري سيمبل وبسيطه جدا الناس بيعملوها في الشغل عشان يحافظوا على صحتهم ويحافظوا على حاجاتهم بس بالفطره. بعد كده ممكن تكبر وتبقى حلول منطقيه يعني، او حلول ناس بتشتغلها بشكل منهجي. فحاجه حلوه جدا. وعلى فكره اللطيف في اللي انت قلتيه انك بتتكلمي على شغلانات قد تبان للناس انها بسيطه، لكن الشغلانات البسيطه فيها حاجات كتير قوي محتاجه ان احنا نتدخل فيها بحلول. هم بيعملوا حلول، لكن لو الحلول دي بقت ممنهجه هتبقى احسن بكتير اكيد. بالظبط. فاللي انا عايزه اوصله بس ان مفيش اعذار. يعني لو هي الست البسيطه الجميله دي عرفت تلاقي حل، فاكيد انت هتعرف تلاقي حل. انت بس محتاج تفهم الكونسبت او تفهم الجايد لاينز فين ونطبقها. هنطبقها ازاي بقى؟ هنطبقها بالبوكس اللي انا جبته عشان احط رجلي عليه، هنطبقها بالبوكس بتاع الورق التصوير اللي انا هرفع عليه الشاشه شويه، هنزل اشتري. فهو ده اللي احنا عايزين الناس تعمله بعد السيشن دي على طول. طيب احنا كنا وصلنا لللابتوب. انا دلوقتي عايزه احول اللابتوب بتاعي لكمبيوتر او للبي سي. طيب اول حاجه السكرين. انا الصح ان انا استخدم الحامل بتاع اللابتوب اللي بيوقف اللابتوب، بحيث ان انا ابقى شايفه اللابتوب سكرين بتاعتي كانها شاشه الكمبيوتر. طيب هكتب على ايه؟ ما انا محتاجه دلوقتي كيبورد اكتب عليه، فلازم نوصل اللابتوب بتاعنا باكسترنال كيبورد. طيب من ضمن الحاجات المهمه قوي ان انا في الوقت اللي انا بشتغل فيه على اللابتوب، هو انا بتبع نفس الجايد لاينز اللي انا قلت عليها. لازم يبقى ايزي 90 درجه طول الوقت، ولازم ابقى ماسكه الماوس مرتاحه، ما تبقاش الماوس صغيره قوي على ايزي او كبيره قوي على ايزي. لان انا شفت بنات ايديهم صغيره خالص وجايبين ماوس كبير جدا، اللي هو طب ليه؟ احنا بنعمل ده عشان ما يحصلش كاربال تانل سندروم، او اللي هي مشكله في العضلات بتاعه الايد او في الاربطه بتاعه الايد. خلاص. ففي الاخر انا عايزه افتكر ايه؟ انا عايزه افتكر ان انا طول الوقت ابقى ايدي مفروده 90 درجه، ايدي 90 درجه مفروده على المكتب مرتاحه، كتفي مش طالع ولا نازل، وماسكه الماوس بتاعتي بمنتهى
الراحه مش مشدوده. طيب احنا كل ده بقى. خليني اقول لك على حل ده كمان. انا شفته شفته لما كنت مسافر بيعملوه على الكمبيوتر او على اللابتوب تحديدا. شفت ناس كتير قوي قوي شاريه وايرلس كيبورد. طبعا الحاجات دي ممكن تكون مكلفه، بس هي كانت لطيفه جدا. كان بيشتروا الوايرلس كيبورد حاطينه دايما في شنطتهم، بيطلع الوايرلس كيبورد ويفصل الكمبيوتر. اللابتوب بالنسبه له بقى سكرين، ما بقاش لابتوب، هو بقى سكرين. بالظبط. بالظبط. ومعاه معاه الوايرلس كيبورد، وبالتالي السكرين دي يرفعها زي ما هو عايز، ويقدر يشتغل بالوايرلس كيبورد. فكأنه بقى عنده بي سي بس بورتبل. انا شفت الحركه دي كتير. اظن ان فكره الوايرلس كيبورد قد تكون غاليه، هي صحيح مش تبقى اغلى من ظهري يعني، بس في نفس الفكره انها بتفرق كتير جدا مع الناس. انا قلت اقول لك عليها صح. لانها برضو شفتها كتير قوي وكانت حلوه قوي. صح، احنا في الاخر زي ما قلت لك احنا عايزين نحول اللابتوب ده لبي سي. هستخدم اللابتوب بتاعي كأنه هو السكرين بس، ولازم اوصله باكسترنال كيبورد. الوايرلس طبعا احسن بكتير، لان هي ممكن تبقى اسهل في ان انا اعدل وضعها من غير ما يضايقني سلك. وفي نفس الوقت الماوس مهمه جدا طبعا، لان هي اكيد لازم الكيبورد هتبقى معاها mouse. فدي برضو من حاجه من الحاجات المهمه قوي. طيب احنا قلنا بقى كل ده، الشخص اللي هيستخدم كل الحاجات دي هو اهم جزء في المعادله دي. وخليني اقول لك برضو ان احنا لما بندي اي تريننج، يعني مثلا لو انا بعلمك ازاي تقيس الضغط، لو انا بعلمك ازاي تعمل عمليه، فانا بديك 3 حاجات دايما في اي تريننج: بديك نوليدج، بديك سكيلز، بديك اتيتيود. انا عايزه النوليدج بتاعت العمليه، ان انا اقول لك احنا قبل ما ندخل نعمل عمليه محتاجين نفهم الاناتومي بتاعت المكان ده، هنعمل ايه. السكيلز اللي انا بديها لك ان انا بقول لك يلا هنفتح من هنا، هنخيط من هنا، هنعمل كذا. دي السكيلز. الاتيتيود بقى، وهو ده اهم حاجه، ان ازاي اثق في نفسي ان انا قادره اعمل ده، وايه اهميه ده بالنسبه لي، واهميه ده بالنسبه للناس اللي حواليا. احنا هنا ايه الاتيتيود اللي عايزين الناس توصل له؟ انا قادر اغير. وعشان كده العنصر اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الشخص اللي بيستخدم الكرسي وبيستخدم اللابتوب وبيستخدم المكتب، هو ده اهم حاجه في الموضوع كله. طب نعمل ايه لو عرفنا المشكله فين؟ ده نص الحل. فانا محتاج بكره اروح ابص على مكتبي او على المكان اللي انا بقعد فيه بقى، سواء المكتب ده في البيت، سواء المكتب ده في الشغل، في اي مكان. انا هبص على مكتبي وهفكر في الكلام اللي احنا قلناه. انا وانا قاعده على المكتب ايديا 90 درجه، ما بيني وما بين الشاشه قد ايه؟ انا قاعده ازاي؟ انا رجليا لامسه الارض ولا لا؟ المسافه ما بين ركبتي وما بين حرف الكرسي، انا في عندي مسند على الايد ولا على الكرسي بتاعي ولا لا؟ كل ده هساله لنفسي. فاهم حاجه افهم فين المشكله علشان اعرف احلها. لو وصلت للمشكله فين، ده نص الحل. طيب انا بقى بشوف العكس تمام. زي ما قلنا احنا بنشوف نماذج كويسه جدا، بنشوف ناس بتطبق الحلول دي بحاجات بسيطه وبحاجات فيري كرييتيف. انا بشوف العكس تماما. بشوف ناس ممكن شركاتها موفره لها كراسي كويسه جدا، مكاتب كويسه جدا، والاقيه مثلا قاعد وحاطط رجله فوق المكتب، الاقيه قاعد وحاطط رجل ورا رجل، تاني رجله تحت رجل. او فكل دي حاطط رجل behaviors. تحتيه، او حاطط اه رجل بالظبط، تحتيه. تحتيه شفتها كتير وفوق قوي. رجل. لا لا، بالظبط. تحتيه. يعني عارفه اللي هو بالظبط. زي ما تقولي كده مربع بس برجل واحده. شفتها كتير قوي بالظبط. في بالظبط. الاماكن. جدا. كتير جدا، بالذات في الاوفيسز انا بشوفها كتير جدا. فانا يبقى عندي كل الامكانيات دي وبعمل ايه؟ بعمل تصرف غلط. وهو ده اللي انا عايزه اركز عليه. التصرف اللي انا ممكن اكون شايفاه النهارده، انا قاعده وزي ما انت بتقول يمكن حاطه رجل مربعه، رجل واحده بس تحت رجل، انا شايفاها حاجه هتعدي، بس هي بالتكرار وبعد سنه او سنتين هلاقي نفسي دخلت في ديسك وعلاج طبيعي وعمليات. ليه؟ فاحنا عايزين نفكر دايما في التصرف الغلط. فاحنا قلنا اهم حاجه اعرف المشكله فين وامنع التصرفات الغلط. وفي نفس الوقت احنا مش روبوت. انا مش روبوت. مش هاجي الصبح اقعد ما اقومش، انا قاعده زاويه 90 درجه. لا، احنا بني ادمين اكيد هنتحرك. فالموضوع محتاج شويه تدريب. انا دايما لازم افكر نفسي لا ارجعي، لا انا قاعده غلط. طيب من الحاجات اللي انا محتاجه افكر نفسي بيها برضو ان ايه؟ ان انا لازم اقوم اتحرك. احنا من الفتره بالذات، في الفتره الاخيره دي بالذات بعد كوفيد، الناس بقت بتشتغل كتير جدا من البيت والترند كمل كده. يعني الناس اللي كانت بتشتغل من البيت كملت من البيت. فهتلاقي في ناس ممكن تنسى نفسها بتقعد 8 ساعات او 6 ساعات متواصله تشتغل. ده غلط جدا. انا لازم افكر نفسي ان انا لازم اقوم اتحرك. وطبعا دلوقتي في حاجات ابلكيشنز لطيفه جدا ممكن اعمل لها بس انستول على اللابتوب بتاعي، اللي هي كل شويه تفكرني قومي اتحركي. وعندنا قاعده لطيفه قوي اسمها 20 20 20 في الحته دي، اللي هي ايه؟ ان انا كل 20 دقيقه اقوم اتمشى لمده 20 ثانيه وابص على حاجه بتبعد عني 20 انش، اللي هو يعني تقريبا خلينا نقول ان هي انا كل 20 دقيقه هقوم اتمشى لمده 20 ثانيه وابص على حاجه تبعد عني 20 انش. تمام. دي الحاجات اللي انا اللي انا محتاجه اركز عليها انا في تصرفاتي انا كشخص، علشان زي ما قلنا نوصل لايه؟ زيرو انجري ماكسيمم برودكتيفيتي. طيب ايه كمان؟ ستريتشنج. انا دلوقتي جسمي كبني ادم، ربنا ما خلقنيش عشان اقعد، انا ربنا خلقني عشان اتحرك. فلو انا قاعده انا محتاجه
كل 20 دقيقة وانا قاعدة مكاني. انا ما بقومش اقول يعني العب وشيل اوزان واحنا بنشتغل في المكتب، اكيد لا، بس وانا قاعدة انا ممكن اعمل شوية حاجات بسيطة، تمرينات بسيطة، اشد ايدي، افرد ظهري، اقوم اعمل شوية استرتشات بسيطة اللي هي ترجعني تاني احسن ان انا اقدر اكمل شغل. في ابلكيشنز كتير جدا، في صور كتير جدا، في حاجات من دي كتير قوي دلوقتي بتديك ريمايندر كده كل 20 دقيقة اعمل كده. والحاجات دي لطيفه قوي وكلها مش ما فيش حاجات فيها خالص بعيد. خليني اقول لك برضو ان الاضاءه والتهويه من الحاجات المهمه قوي في الارجونومكس. احنا دايما نتكلم عن الارجونومكس ايه، مكتب وسكرين وبني ادم ونقعد ازاي، لا، الاضاءه والتهويه دي من الحاجات المهمه قوي اللي بتفرق مع اي شخص. التهويه كل ما كانت طبيعيه كل ما كان احسن. فانا لو قاعده في مكان فيه تهويه طبيعيه ده افضل بكتير من التهويه في مكان مقفول. لو ما فيش مكان لو خلاص هو ده المكان المقفول اللي عندي تمام، بس انا محتاجه ابقى متاكده ان انا كل شويه واصل لي تهويه كويسه. انا مش قاعده في مكان مقفول قوي ما فيهوش اكسجين، ولا قاعده في مكان برد قوي ولا حر قوي، ولا، لان كل ده بيأثر عليا. الاضاءه كمان مهمه قوي. كل ما كانت الاضاءه طبيعيه كل ما كان احسن. انا عن نفسي يعني نفسي ان انا اقرب في مكان شغلي لمكان اضاءه طبيعيه. ولما ببقى دايما في البيت بحاول اشتغل اكتر في مكان اضاءه طبيعيه. بطلع مثلا بره في مكان فيه اضاءه طبيعيه بشتغل. فكل ما قربت من مكان اضاءه طبيعيه كل ما ده اثر عليك بشكل احسن. اقول لك على حاجه ليها علاقه بالاضاءه بلاحظها كتير قوي. بعض الكمبيوترز بالذات اللابتوبات بيبقى السكرين بتاعتها يعني ريفلكتيف، بتعكس الضوء، صح. فدي يعني صعبه جدا مع الاضاءه، لان ساعات بتضطري انك تبقي ظابطه كل حاجه في القعده بتاعتك، لكن تغيري في البوزيشن بتاعت قعده جسمك عشان بس الجلير او الانعكاس بتاع الضوء اللي جاي عليها ده ما يضايقك. عشان كده ساعات، عشان كده دلوقتي انا بقيت بحترم الاماكن كتير قوي بيبقى فيها معظمها فيها الإضاءة الغير مباشرة اللي ما بتعملش القصة بتاعت الجلير دي. بس يعني أنا هقول لك، أنا اللابتوب بتاعي عندي المشكلة دي، وبدور بقالي فترة كبيرة على أنتي جلير سكرين عشان أقدر أحطها لشاشات المط، يعني عشان ما تعملش معايا الحكاية دي، لأنها فعلا ساعات كتير بتخليني آخد بوزيشنز أنا مش متعود عليها، أو أنا مش عايز أقعد فيها، عشان ده الحل الوحيد إن أنا أمنع القصة بتاعت الانعكاس اللي جاي على الشاشة. بتفق معاك جدا على اللي انت بتقوله ده، لان برضو الناس بتنسى الموضوع ده. يعني خلي بالك انا ممكن اكون قاعده صح واكون قاعده على كرسي كويس قوي، بس في الاخر الناس مش بتحس ان انا بيحصل لي اجهاد لعيني. واجهاد العين ده جزء من مشاكل الارجونومكس، احنا بنعتبرها جزء اساسي من مشاكل الارجونومكس. ازاي اتغلب على ده؟ بالاضاءه. إيه رأيك نعمل الحلقة الجاية على القصة دي؟ يلا بينا. وزي ما قلت لك خلي الناس تقرر احنا عايزين نعمل على ايه. يعني احنا اتكلمنا على حاجات كتير قوي ممكن يتعمل عليها سيشنز، فانا حاسه ان احنا لو سيبنا الناس هي اللي تقول مشاكلها ايه هيبقى احلى. أنا بشكرك جدا يا دكتورة ولاء، يعني كانت حلقة ثرية جدا فيها معلومات كتير، وأنا عارف إن أنت بالنسبة لك الموضوع متعب جدا، إن أنا بشرح إرجونومكس صوتيا، مفيش أي صور أو مفيش أي حاجة من الحاجات دي، فموضوع إن أنا بشرح بس كده بالكلام ده ممكن يكون كان حاجة صعبة، بس أنت تالنتد جدا إنك تعمليها. فأنا بشكرك جدا، وبتمنى إن كل الناس اللي بتسمعنا تكون استفادت من الحلقة دي، وبشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.